السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعظم دعاء لحفظ المال والأهل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كتير مننا بيبقى خايف على أهله وعلى زوجته وعلى أولاده وعلى أمواله، فممكن أن نقول هذا الدعاء وإن لم يرد في السنة لكن له أصل في السنة بفضل الله سبحانه وتعالى. ممكن تقول: اللهم احفظ لي أهلي ومالي وبارك لي فيهم، اللهم اكفيهم كل سوء وأعذهم من الفتن والآفات والعين والحسد، واجعلهم في حفظك وأمانك ورعايتك إنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند ابن حبان بسند صحيح: إن الله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه سبحانه وتعالى وجل جلاله. لكن من أجمع الأدعية النبوية للحفظ هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اكتبوا هذا الدعاء العظيم، فهو من أعظم أدعية الحفظ للإنسان في نفسه وأهله وماله وكل شيء في دنياه وفي آخرته. وهذا الدعاء يقال مرة صباحا ويقال مرة في المساء، وكمان ممكن نقول 3 مرات الصبح و3 مرات بالليل: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولحفظ الأهل والأولاد ممكن نقول هذا الدعاء الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ويعوذ به الحسن والحسين رضي الله عنهما، إن حضرتك تقول: أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. يبقى تقول الأدعية دي كلها مع المحافظة بقى على أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وقراءة المعوذات وآية الكرسي بفضل الله، فكل ذلك من أسباب الحفظ بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل المولى عز وجل أن ربنا يحفظنا في أموالنا وأهلنا وأزواجنا وأولادنا وأموالنا، وأن يحفظنا في أنفسنا، وأن يحفظنا في الدنيا، وأن يرحمنا في الآخرة، وأن يجعلنا من أهل الجنة، وأن نكون صحبة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.